نزلت النهارده السوق لقيت الفراخ زادت. طبعا مش هقول سعر لان على ما الفيديو ينزل يومين وهلاقيها زادت تاني. فتحت جوجل بقى صديقي ادور فيه هي زادت ليه. لقيتها زادت بسبب حاجه كده اسمها سلاسل التوريد. يعني ايه بقى يا حبيبتي سلاسل التوريد؟ انا بقى هقول لكم، بس لما توعديني الاول انك هتكملي الفيديو للاخر. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. اللي فهمته بقى في اي حاجه بنستهلكها ليها دوره حياه. الدوره دي بقى ايه؟ اللي هي شويه السلاسل اللي بتوصل لبعضها، كانك ماسكه سلسله والسلسله دي ليها حلقات مشبكه ببعضها وبتوصل بعضها. فطبيعي ان اي سلسله تتكسر هتسمع في كله. فانا بنصحك يا حبيبتي انك تخشي الدولاب دلوقتي تطلعي اي سلسله عندك مكسوره وتصلحيها، لان محدش هيعرف يشتري دهب دلوقتي. نرجع لموضوعنا، الفراخ غليت ليه؟ اللي حصل ان من كام شهر كده حصلت مشكله في اول سلسله، وهي ايه؟ التربيه. اللي حصل بقى؟ حصل ازمه العلف. التجار بتوع العلف عطشوا السوق، دكنوا يعني على العلف، فبالتالي اللي معروض في السوق قليل فسعره عالي جدا. قام ده عمل ايه؟ مشكله عند المربيين انه ما بقاش لاقي علف، يعني ما فيش اكل للفراخ، فبالتالي الكميه اللي بيربوها بقت اقل فاقل فاقل. فده طبعا اوتوماتيك اثر في السلسله الثانيه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت التوزيع. تجار الجمله ما بقوش يلاقوا فراخ كفايه عند المربيين، فده كده عمل مشكله في السلسله الثالثه اللي هم تجار التجزئه اللي هي محلات الفراخ بتاعتنا يعني. فبالتالي عمل بقى مشكله عند المستهلك اللي هو انا وانتي، علشان طلباتنا انا وانتي من الفراخ زي ما هي بس المعروض قليل. فطبيعي زي قانون العرض والطلب، الحاجه قليله والطلب عليها عالي فطبيعي انها هتغلى، وده اللي حصل. فالحل ايه بقى؟ عندنا حلين. الحل الاول ان الحكومه تاخد اجراء مع تجار العلف. انا سمعت في CBC اكسترا ان وزاره التموين شغاله جامد قوي اليومين دول على الموضوع ده. الحل التاني ايه بقى؟ ان احنا نقلل استهلاكنا علشان المعروض يكفينا. من هنا لغايه ما ده يحصل ايه اللي نعمله بقى؟ انا بقى هعمل لك سلسله حلقات في المطبخ ازاي تعملي كذا حاجه وكذا اكله من فرخه واحده. انا هطلب منكم طلب، اي واحده من حبايبنا اللي على الصفحه تكتب لنا في التعليقات اي طريقه هي بتستخدمها علشان تقلل بيها استهلاكنا من الفراخ. اشوفكم على خير.